خليني اقول لكم احنا في الايجنسي بنقدم خدمه، والعميل بيشوف بطبيعه الحال جزء صغير جدا من الخدمه دي، ولكن في الحقيقه ان في شغل ضخم جدا بيحصل ورا الكواليس. وهنا بيجي دور السيرفيس بلو برنت. انا اسمي وليد عبد العزيز، اشتغلت في مجال الادفرتايزنج 18 سنه، وبعد كده درست الماركتنج بشكل اكاديمي وحضرت MBA، وشفت العمليه دي من الناحيتين، من ناحيه الايجنسي ومن ناحيه الكلاينت. بما ان الايجنسي بتقدم منتج هو عبارة عن خدمة، فالخدمة دي حاجة انتنجبل مش ملموسة. مفيش كلاينت بيقدر يمسك الخدمة دي في ايده ويقدر هي تعب فيها قد ايه. وعلشان كده السيرفيس بلو برنت هي خريطة لكل خطوات الخدمة اللي انت بتقدمها، من اول الكوميونيكيشن والتواصل لحد ما توصل لمرحلة التسليم بامان. ودي بتتقسم لحاجتين: الفرونت ستيج، وده اللي العميل بيشوفه زي اجتماعات، برزنتيشنز، وتسليم في الاخر. اما بقى الباك ستيج فده الشغل الداخلي، بداية من السكريبت، تصوير، مونتاج، تخطيط. هديك مثال بسيط: العميل كل اللي بيشوفه بريف وفكرة وفيديو، لكن بيكون ورا الكلام ده شغل ومجهود كبير جدا، تحضير وتنفيذ وتعديلات. الهدف بقى اننا نحدد كل تاتش بوينتس، ونقدر نعرف كويس امتى ممكن يحصل تأخيرات، سوء فهم، مشاكل في الجودة، وبعديها نحط حلول، تنظيم خطوات، تحسين تواصل، مراجعة. البلو برنت هي طريقة بتحول عشوائية لنظام وشيء شايفينه. لو حابب اكتب لي في الكومنتات بلو برنت وانا هساعدك بنموذج يناسب شغلك.